الطفل ده بيقف قدام مرايه سحريه بتوري له هيطلع ايه لما يكبر، وبيشوف المرايه انه هيطلع دكتور، والطفل ده بيزوق عشان يشوف نفسه وبيلاقي انه هيطلع شحات وبيتضايق جدا وبيكسر الازاز، ودايما بيعمل مشاكل في المدرسه مع زمايله. فالمدرسه جابت امه وحذرت لو ابنك ما حسنش اخلاقه هنفصله من المدرسه. وبعد كده الولد الشقي وهو ماشي بيلاقي ان المدرس عمال يتكهرب في الحديده، وبيشوف ان في فلوس في جيبه فبيسيبه يتكهرب وبياخد الفلوس من جيبه وبيطلع يجري. وبعد ما بيمشي بيطلع ان ده كان اختبار بس ليه، والمدرس بيعمل الموضوع تاني للطفل اللي شاف نفسه في المرايه انه يطلع دكتور. واول ما بيشوف المدرس بيتكهرب بيمسك بسرعه خشبه وبيفصله عن الحديد وبيقول له خد فلوسك هتقع منك، والمدرس بيشكره عشان انقذه وبيديله 200 دولار مكافاه لامانته. وبيتم طرد الولد التاني على طول لما بيعرفوا انه حرامي، والولد الصغير بال 200 دولار بيشتري بيهم عصير وبيبيعه للناس في الشارع والكل بيشتري منه. وفي اول يوم ليه بيقدر يجمع ضعف المبلغ 400 دولار وبيفرح جدا بالرقم ده وبيكون بيسعى عشان يبيع حاجه. وفعلا بعد 18 سنه والولد بيطلع دكتور زي ما شاف في المرايه، والولد التاني فعلا بيطلع شحات وما يعرفش ان ده زميله كان معاه في المدرسه وبيسرق شنطته وبيطلع يجري. وفي ظابط بيشوفه بيجي وراه، وفي عربيه كانت رايحه تخبط الولد الحرامي اما الدكتور شده وانقذ حياته، والبوليس بيجي وبيقبض عليه.